ازيكم يا حلوين وكل صيف وانتم طيبين اخواتي وبناتي الغاليين. النهارده ان شاء الله انا حبيت اجهز معاكم شويه حاجات. انا مسافره بالليل، فحبيت الفيديو ده ينزل لكم في نفس اليوم اللي انا مسافره فيه، واعرفكم ايه اللي ممكن ناخده معانا من نواشف وحاجات كلها من البيت، خصوصا ان انت طالعه على شقه مش على فندق. فيلا بينا. وكمان في اللي هو الكورن فليكس انا اخدته بس نسيت في التصوير ان انا احطه، الشوكولاته والحليب والدوناتس الالوان الفواكه. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. إن شاء الله النهاردة الفيديو لا مونتاج ولا تنزيل صوت ولا حاجة خالص. النهاردة الفيديو على الطبيعة كده عشان الوقت، وعشان عايزة أنزله ليكوا قبل ما أسافر. عايزة أوريكم بس تحضيرات السفر اللي ممكن تسافري بيها وانت رايحه شقه، يعني مش رايحه فندق. طبعا انت وانت رايحه فندق بتاخديش معاكي حاجه غير ممكن حاجات بسيطه خالص اللي هي الحاجات الشخصيه بتاعتك. لكن وانت رايحه شقتك او مأجره شقه، يعني رايحه على شقه بمعنى اصح، دي اللي انت بتاخدي فيها لوازم بسيطه، اللي هي يعني تمشي يومك اول ما توصلي. بعد كده بتنزلي هناك السوق او السوبر ماركت، بتجيبي اللي انت عايزاه من هناك. انا لا خدت لحوم ولا خدت اي حاجه خالص، مع ان كان في نيتي بصراحه ان انا اعمل ستريبس واعمل برجر واعمل بانيه واعمل حاجات كلها واجمدها في الفريزر واخدها معايا. بس ابني فاجئني وقال لي يا ماما انا حجزت لك الليله دي وهتركبي الليله دي الاتوبيس. فكانت مفاجاه بالنسبه لي، فخدت المتاح. ايه هو المتاح بالنسبه لي دلوقتي؟ خدت معايا، بصوا انا عملت طحينه لان انا ما اقدرش استغنى عنها. بصوا شايفين الجمال؟ انا لسه مش مغطياها عشان سخنه، يعني انا لسه مش مغطيه الطحينه عشان الطحينه سخنه. عايزه بس اوريها لكم، اقربها كده من الكاميرا. بصوا شايفين الجمال ده؟ شايفين الطحينه عامله ازاي؟ طحينه ام عمر دي هتبقى براند يا جماعه. بصوا تحفه ما شاء الله. ادي عملت الطحينه، انا مش مغطياها، سايباها بس مواربه كده. يعني انا مش مغطياها كده، سايباها مواربه، مخليها المعلقه عشان يبقى الغطا موارب، عشان لسه عاملاها حالا فسخنه. دي حبه صغيرين كده، انا قلت هخليهم هنا ليا انا في الشقه، يعني احطهم هنا في الشقه على بالي. عملت ايه كان معانا؟ مناديل، ده اهم حاجه طبعا. معاكي باكت مناديل علشان الطريق، مناديل عاديه سحب، مناديل وايبس. انا بعرفكم يا جماعه، بعرفكم الاساسيات اللي بتبقى معاكي حاجه رئيسيه في اي سفر. في اي سفر المناديل السحب العاديه والوايبس. الوايبس خصوصا لو معاكي اطفال، لو حد كل حاجه، انت كلتي حاجه، بتنضفي ايديكي وايدين ابنك وبقه وكده. والمناديل دي لاي يعني اي حاجه، عطستي، اكلتي حاجه برضو، غسلتي ايديكي، عايزه تنشفيها. يعني دي اساسيات اي سفر، ومش سفر بعيد كمان. والله لو رايحه عند ابني، لو رايحه عند بابا، المناديل اساسي في الشنطه. تمام. ادي كده المناديل. عملنا ايه كمان بقى؟ الحاجات اللي ممكن نسافر بيها وما تبصي. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت احلى قالب كيك اهو. عملت قالب كيك كده اول ما اروح، حليب على شوكولاته اهو. عملت قالب كيك جميل تحفه زي ما انتم شايفين كده، حاجه ما شاء الله عليه فظيع ما شاء الله. ده عملته ده برضو اول ما نروح كده للفطار هناك، من الاساسيات، لان انا لسه مش عارفه هل هناك فرن او بوتاجاز ولا لا. ده كده خلاص هنقفله اهو. ايه تاني يا ام عمر؟ عملت لنا ايه كمان؟ عملت قرص خمره بالزبده والقشطه اهي. بصوا عملت نص كيلو بس مش كتير اهو. عملت شويه قرص خمره كده بالزبده والقشطه، تحفه، حاجه تجنن. اهو ريحتها اصلا وانا بكلمكم كده مش قادره، يعني احنا خلصنا نصهم اصلا. بسم الله ما شاء الله عليهم، بالف هنا وشفا يا رب لصاحب النصيب. وادي كمان القرص بتاعتنا والكيك والمناديل اللي احنا قلنا عليهم. ده بقى في اي رحله ومشوار طويل، التسالي بتاعتنا في شهر سخن اهو معانا. انا اصلا ساعه وماشيه، فهنزل الفيديو قبل ما همشي. يعني الفيديو ده انا عاملاه قبل ما امشي كده على طول. من الحاجات اللي هي اكسسوارات المطبخ اللي هاخدها معايا، لان طبعا بقى انا ما خدتش معايا اي لحوم زي ما انتم عارفين، فانا هجيب من هناك.
وهنعمل برجر، وان شاء الله هنصور هناك وهوريكم كل حاجه هناك. دي اللي هي بتاعت البرجر، دي اساسي معايا انا خدتها. المضرب ده ودي بتاعت الكفته والسباتيولا، يعني الحاجات دي الاربع حاجات دول انا هاخدهم معايا. بس لا شوك ولا سكاكين ولا حاجه، حتى لو احنا ما لقيناش هناك سكاكين وشوك والحاجات اللي هي الاستعمال بتاعتنا، انا ممكن اشتريهم عادي اللي هي بالباكت اللي هي البلاستيك العاديه دي، بتبقى حتى انضف يعني. ادي الحاجات اللي احنا هناخدها معانا اللي انا هستعملها هناك ان شاء الله، لا ربما ما الاقيش. دي بقى انا كنت ممكن اشتريها من هناك، بس انا هنا بشتري بالعلب، فانا عندي فخدت من كل حاجه 5 اهو. واخده مرق الدجاج اهي. بصوا الحاجات دي كلها حلاوتها ان هي ما بتبصي، يعني تسافر معاكي ما بيجرالهاش حاجه. دي بتاعت الملوخيه 5 اكياس، واخده من المكعبات دي من كل شكل مكعب 5 مكعبات اهو، في علبه مقفوله عليهم اهو زي ما انتم شايفين، في منتهى الجمال اهي، ما تاخدش مساحه ولا تاخد مكان خالص. ايه تاني يا ام عمر؟ ده فول، ده فول انا دمسته وجمدته وان شاء الله هاخده معايا، لان انا ما بعرفش اكل فول من بره ابدا، استحاله. فانا واخده فول مدمس معايا عشان الفطار. وادي كمان، ادي كمان بصوا بقى واخده ايه كمان؟ جبنه حادقه، جبنه حادقه من عندي اهي. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال والعلبه واللون والحلاوه بتاعتنا دي والريح؟ يا سيدي يا سيدي على الريح تجنن. بصوا اهي، دي بقى مع الطحينه مع حبايه طماطم جنبها خيار مقطع، الله 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 على الجمال. ادي كمان الجبنه الحادقه بتاعتنا عليها كده المرق الدجاج بتاعتنا والحاجات دي، وادي الفول وادي الفشار وادي القرص الخمره وادي الاكسسوارات المطبخ بتاعتنا وادي المناديل وادي الكيك. ايه كمان يا ام عمر؟ دي انا واخداها احتياطي، لربما من السفر ما اقدرش ان انا انزل في اول يوم، فانا واخده دي احتياطي اهي. ده كيس مكرونه كيلو واخداه معايا كده ايه للظروف، مش هيخسر حاجه، من البيت يعني ما اشتريتوش ولا حاجه. واخده كمان ايه؟ واخده ملوخيه ناشفه من اللي انا منشفاها معاكم. يا سلام، ده انت مش ناسيه حاجه خالص ابدا. انا في السفر وفي الحاجات دي ببقى مركزه جدا في ايه اللي ممكن احتاجه هناك، ايه اللي ولادي بيحبوه وممكن ما لاقوهوش هناك، او احنا ما بنعرفش ناكله غير من ايدي، زي الملوخيات زي الفول زي الطحينه، زي حاجات معينه ما ينفعش اشتريها من بره، لازم اعملها هنا في البيت واخدها معايا. ادي كمان اللي قلنا الطحينه احنا خلصناها، وادي كمان سمنه بلدي، كيلو سمنه بلدي انا مسيحاه يعني هيتحط في الفريزر لحد المشي بتاعنا. هي كانت في التلاجة وانا طلعتها بس في ساعه التصوير، والفول كمان هيرجع تاني الفريزر لحد ما هنيجي نمشي. بس كده. وادي السمنه بتاعتنا اهي، انا سايبه دي بس مواربه كده عشان سخنه خالص لسه. ايه وادي بهارات، وادي البهارات اهي شايفين؟ بصوا فلفل اسمر، كل ده انا واخداه من عندي، لربما اول يوم ما اقدرش انزل، وممكن ما الاقيش الحاجات دي مع ابني هناك، يعني برده هو قاعد لوحده فممكن ما يكونش جايب الحاجات دي. بهارات بيضه، احنا قلنا هنا ايه؟ دي بهارات بيضه، ده فلفل اسمر، دي بهارات محشي، دي بابريكا، ده شطه انا بعرفهم من بعض يعني، وادي كمون، وادي كزبره ناشفه. حلو الكلام؟ كلام جميل. نربطهم كده. في ايه تاني؟ لا لسه في كمان حاجه. ادي ده توم اهو، دي علبه توم اللي احنا مفرزينه مع بعض. شايفين الجمال؟ مفروم بالفلفل الاحمر، وشوفوا جماله وشوفوا حلاوته وشوفوا بياضه، والفلفل الاحمر فيه جنن اهو. ادي التوم بتاعنا، ادي التوم بتاعنا، ادي البهارات، ادي ملوخيه ناشفه. انا عندي الخضره متفرزانه وخطيره، بس الخضره موجوده في السوق، وفي نفس الوقت ممكن تفك معايا في الطريق، فايه ملوش لزوم. اي حاجه ممكن تبهدلك او تبوظ منك في الطريق، خصوصا لو السفر طويل، بلاش منها. وادي المكرونه بتاعتنا. خلينا في الحاجات اللي هي حتى لو فكت انت كده زي الفول، يعني الفول بتاعنا ده حتى لو فك هحطه في علبه ثلاجه زي اللي فيها القرص دي، وهخليه على الشبكه عادي هنستعمل منه. فانا كده انا ما يهمنيش الفول لو فك، انا هربطه في كذا شنطه عشان لو فك مني ما يبهدلش الدنيا، وكده انا هستعمله وهحطه ايه في علبه زي دي، وهحطه في الثلاجه عادي على الشبكه. وادي الطحينه بتاعتنا،
وادي السمنه البلدي بتاعتي اللي انا سيحتها. ده البرطمان ده بياخد كيلو سمنه متسيح. وادي مرقه الدجاج بكل اشكالها. وادي علبه الجبنه الحادقه بتاعتنا اهي اهو، دي الجبنه الحادقه بتاعتنا. وادي الفشار وادي القرص وادي الاكسسوارات اللي احنا هنستعملها هناك. لو انا فرمت لحمه وعملنا برجر، لو انا عملت جبت فرمت لحمه للكفته، لو عملت كيك، يعني انا واخداهم للظروف، لربما ان انا اعمل حاجه زي كده هناك وهصورها معاكم ان شاء الله، وهنصور المكان وهصور لكم اماكن سياحيه هناك تحفه. يعني الغردقه احنا عشنا فيها سنين طويله فحافظينها شارع شارع وحته حته يعني ان شاء الله. وزي ما قلنا المناديل الوايبس والمناديل السحب ده الحاجات من الحاجات الضروريه قوي قوي قوي. والحاجات اللي انا واخداها للفطار الكيك والقرص، ودول للطريق بس كده تسالي علشان اسر. بس دي حاجات بسيطه اهي، حاجات يعني يعتبر انا واخده حاجات رئيسيه. لكن الحاجات بقى اللحوم والحاجات دي انا بنزل السوق السوبر ماركت، كل حاجه هناك انا هروح واشتري. طالما السفر طويل وبعيد ما تاخديش معاكي حاجه تبوظ منك او تفك منك. خلينا في الامان، خلينا في الحاجات اللي احنا هنستعملها، وفي نفس الوقت لو فكت منك مش هتبهدل الدنيا. وانت اصلا ده انا كل الحاجات دي انا هغلفها، يعني دي انا هغلفها بالاسترتش. والجبنه الحادقه دي برضو انا هغلفها بالاسترتش. يعني في حاجات معينه كل ده هيتغلف بالاسترتش، يعني الحاجات اللي ممكن تسيح منك غلفيها بالاسترتش. اما العلب دي مفيش مشكله، العلب دي هتتحط كده قاعده فوق بعضها وفي شنطه يعني الحاجات الناشفه هتتحط مع بعضها في كيس، والفول هحطه في كذا كيس مربوط مع الثوم والجبنه الحادقه، دول هيبقوا في شنطه لوحدهم. خلاص كده احنا وريتكم كل الحاجات اللي انا هاخدها معايا، الحاجات البسيطه اللي انا مجهزاها من البيت وكلها عاملاها في البيت. طحينه شايفين حاجه كده روعه الروعه الروعه في منتهى الجمال اهو. ايه ده؟ ايه الحلاوه والطعامه والجمال ده يا ام عمر؟ الله اكبر ما شاء الله، طحينه بتتكلم عن نفسها. بس كده انا خلصت يا حبايبي، وان شاء الله باذن الله يعني انا نفسي اعمل لكم بث مباشر من الطريق. فانا عايزه اعمل لكم حاجه زي كده بصراحه، ونفسي جدا. فلسه بقول لابني انا عايزه اعمل باكت نت ان هي تمشي معايا حاجه زي كده ولو اليوم، يعني ولو اليوم ان احنا نمشيه كده. فانا هعمل باكت نت وان شاء الله اعرف، يعني ادعوا لي ان انا اعرف، لان انا مشكلتي ان انا الحاجات دي مش بفهم فيها قد كده. وهفرجكم بقى على الطريق وعلى البحر وعلى القرى وعلى الجمال كله واحنا طول ما احنا ماشيين كده، وعلى القرى السياحيه وطريق الجلاله الجديد ومدينه الجلاله الجديده والفنادق والقرى السياحيه. كل ده ان شاء الله باذن الله من بعد الفجر باذن الله. واوعوا تنسوا حاجه زي كده وخليكم معايا. ان عرفت باذن الله و90% هعرف ان انا هنصور بث مباشر ونبقى مع بعض في الطريق نص ساعه ساعه، زي ما يكون يعني التجاوب بتاعكم معايا هو اللي هيخليني اقصر المده او اطولها. نتفرج مع بعض، نحكي مع بعض، نتكلم مع بعض. هتبقى فرصه حلوه قوي 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 بره بقى الاكل والشرب والحاجات دي كلها، ان احنا تبقى فيديو مناظر جميله وطبيعيه، وفي نفس الوقت دردشه وجميل، ونتكلم في كل المواضيع مع بعض ان شاء الله. استنوني بعد الفجر باذن الله تعالى، اول ما يشقشق النهار من بعد الساعه 5 كده، عشان الصوره تبقى ظاهره. واكون كمان دخلت في المنطقه بقى اللي هي بعد السخنه ودخول الزعفرانه والمناطق الجميله اللي مليانه يعني قرى والبحر والجبال الحلوه والمناظر الطبيعيه الحلوه دي باذن الله تعالى. اشوفكم على خير يا حبايبي النهارده ان شاء الله في الفجر. ادعوا لي بس اعرف ربنا ييسر لي الامر ان شاء الله. اشوفكم على خير، مع الف سلامه حبايبي. اللهم يسر لنا كل امر عسير ان شاء الله. مش هوصيكم على اللايكات عشان ان شاء الله باذن الله الكل يشاركنا الفيديو البث المباشر بعد الفجر النهارده. يا رب يا رب يا رب ربنا ييسر لي امري واعرف ان شاء الله ان انا اعمله، ونشوف جمال والطبيعه والمناظر الحلوه مع بعض ان شاء الله. فمش هوصيكم على اللايك عشان الكل يشوف الفيديو والكل يشاركنا، ونشارك مع بعض فيديو جميل باذن الله تعالى نحكي فيه وندردش نقول اللي نفسنا فيه. احنا كده خلصنا. استودعكم الله، احبكم في الله. بدأناها بسم الله والصلاة على رسول الله، وننهيها بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه حبايبي.